أنا نجم خارق. الكلام ده كان بيقوله ألبرت دانلاب، لأنه كان بينقذ شركات كانت على وشك الانهيار، مع إني مش متأكد إن كلمة ينقذ مناسبة في الحالة دي. هو ما كانش بيجهز الشركات علشان يزدهروا على المدى الطويل أو علشان يبقوا ناجحين في المستقبل، لكنه كان بيجهز الشركات عشان يتباعوا ويجيبوا أرباح سريعة، مثلا عن طريق فصل آلاف العمال. والربح فعلا جه. هو حصل على 100 مليون دولار من عملية إنقاذ وبيع شركة سكوت بير. 100 مليون دولار مقابل شغل مش أكتر من سنة ونص. وهو بنفسه قال: هل أنا أستحقها؟ أكيد أستحقها، لأني أنا نجم خارق في مجالي، زي مايكل جوردن في كرة السلة وبروس سبرينغستين في الغناء. القائد أيكوكا على العكس كان بيتكلم كلام لطيف عن العمل الجماعي وأهمية العمال العاديين وحاجات كويسة تانية، لكن دانلاب ما كانش حتى بيتكلم في الكلام ده. هو كان بيقول بكل صراحة: لو انت في البيزنس، انت في البيزنس عشان حاجة واحدة بس، علشان تجيب فلوس. وهو بيحكي بيفتخر عن موقف حصل في اجتماع موظفين في سكوت بير. ست وقفت وسألته: دلوقتي الشركة بتتحسن، هل ممكن نرجع التبرعات الخيرية؟ فرد عليها وقال: والله لو حابة تدي من عندك ده شأنك وأنا بشجعك، لكن الشركة دلوقتي موجودة علشان تجيب فلوس، والإجابة بكلمة واحدة: لأ. أنا مش هنا عشان أجادل إن البيزنس مش عشان الفلوس، لكن اللي عايز أسأله: ليه دانلاب مركز فيها كده لدرجة إن كل اهتمامه بالفلوس وبالربح؟ خلينا نسمع منه بنفسه. النجاح في العالم بقت مسألة احترام الذات بالنسبة لي. أنا كطفل كان بيحاول يثبت إنه له قيمة، ولحد النهاردة بحس إني لازم أستمر أثبت نفسي وأعيد إثبات نفسي. طب لو هو محتاج يثبت نفسه ورضا الموظفين أو المسؤولية تجاه المجتمع، يبقى محتاج مقياس واضح. لكن دانلاب فهم غلط جدا. فهم غلط إن مايكل جوردن وبروس سبرينغستين الاتنين نجوم دول وصلوا للقمة وفضلوا فيها فترة طويلة، لأنهم دايما اشتغلوا على نفسهم وواجهوا التحديات واستمروا في التعلم والنمو. لكن دانلاب كان فاكر إنه متفوق بالفطرة، فاختار إنه يبعد عن أي نوع من التعلم اللي كان ممكن يساعده، وكان هيساعده إنه ينجح ويحافظ على نجاحه. أذكى ناس في الغرفة. أيوة، يظهر إن التاريخ وصل بشكل طبيعي من أيكوكا لرجال الأعمال الكبار في التسعينات، وكان من بينهم أكتر 2 شهرة كانوا كينيس لاي وجيفري سكيلينج. دول القادة بتوع شركة إنرون. كين لاي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي كان شايف نفسه راجل صاحب رؤية عظيم، وحسب ما كتبوا عنه في كتابهم أذكى ناس في الغرفة، ليه كان بيبص على الناس اللي فعليا بتشغل الشركة بنظرة استعلاء، زي ما الملك بيبص على الرعية بتاعته. كان بيستهين بريتش كيندر رئيس إنرون، الراجل اللي كان بيشتغل بجد ويحاول يتأكد إن الشركة بتحقق أهدافها وأرباحها. كيندر كان الراجل اللي بيخلي حياة لي الملكية ممكنة، وكمان كان هو الشخص الوحيد في القمة اللي دايما بيسأل نفسه: هل إحنا بنضحك على نفسنا؟ هل إحنا بنستهلك منتجاتنا وأفكارنا بنفسنا؟ طبعا أيامه كانت معدودة، لكن بطريقة عملية وذكية قبل ما يمشي نظم عملية شراء واحد من أصول إنرون اللي فعليا كان ليه قيمة حقيقية، وهي خطوط أنابيب الطاقة اللي إنرون نفسها كانت مستهينة بيها. وفي منتصف 2003 كانت شركة كيندر قيمتها في السوق حوالي 7 مليار دولار. حتى لما كان لي غارق في فكرة نفسه وصورته الملكية اللي هو عايز يدعمها، كان عايز يظهر كإنسان طيب وفاهم عنده مبدأ الاحترام والنزاهة. حتى وإن كانت إنرون بتمتص حياة ضحاياها بكل فرح، هو كان بيكتب للموظفين بتوعه ويقول لهم:
الوحشية والقسوة والغرور مش موجودين هنا. احنا بنشتغل مع العملاء والمستثمرين بصراحة وصدق زي أيكوكا والباقيين. المظهر خصوصا من وجهة نظر وول ستريت كان أهم حاجة، والواقع أقل أهمية. جنب لي كان جيف سكيلينج اللي كان يعتبر كخليفة لكندر، وبعدها بقى هو الرئيس التنفيذي. سكيلينج مش بس ذكي، الناس كانت بتقول إنه أذكى شخص قابلته في حياتي، وعبقري بشكل متوهج، لكنه استغل ذكائه مش عشان يتعلم، لكن عشان يهيب الناس ويخوفهم. لما كان شايف نفسه أذكى من الباقيين، وهو تقريبا شايف نفسه كده على طول، كان بيعاملهم بقسوة، وأي حد يعارضه كان شايفه مش ذكي كفاية عشان يفهم. ولما جه رئيس تنفيذي تاني عنده مهارات إدارة ممتازة عشان يساعد سكيلينج في وقت صعب في حياته، كان سكيلينج بيسخر منه ويقول إنه مش فاهم. ولما المحللين الماليين أو المتداولين في وول ستريت حاولوا يضغطوا على سكيلينج إنه يدي تفكير أعمق من شروحه السطحية، كان بيتعامل معاهم كأنهم أغبياء. وده واضح جدا، إزاي أنتوا ما فهمتوش؟ وفي أغلب الحالات ناس وول ستريت اللي دايما قلقانين من ذكائهم الشخصي كانوا بيمثلوا إنهم فهموا. سكيلينج العبقري المقيم كان عنده ثقة مطلقة في أفكاره، كان بيقدر أفكاره لدرجة إنه كان مؤمن إن إنرون لازم تعلن الأرباح بمجرد ما هو أو فريقه يكون عندهم بس فكرة ممكن تحقق أرباح. وده امتداد جذري للعقلية الثابتة. وكان بيقول عبقريتي مش بس بتحدد وتثبت أنا مين، ده كمان بتحدد وتثبت قيمة الشركة. عبقريتي هي اللي بتخلق القيمة، عبقريتي بتساوي الربح. وفي الحقيقة دي كانت طريقة عمل إنرون. وحسب ما كتبت ماكلين وإلكند إن شركة إنرون كانت بتسجل ملايين الدولارات كأرباح على مشروع قبل ما يحقق أي إيرادات فعلية. وبطبيعة الحال بعد ما يجي الفعل الإبداعي مفيش حد بيهتم بالمتابعة، وغالبا الأرباح ما كانتش بتتحقق أصلا. ولو العبقرية بتساوي الربح ما كانش يهم إن ناس إنرون أحيانا يضيعوا ملايين وهم بيتنافسوا مع بعض. أماندا مارتن دي كانت موظفة في شركة إنرون، كانت بتقول إنك تغش حد من زملائك ده كان علامة على الإبداع أو العظمة. وسكيلينج مش بس كان شايف نفسه أذكى من أي حد، زي أيكوكا كمان كان شايف نفسه محظوظ أكتر. وحسب المصادر الداخلية كان مؤمن إنه ممكن يتحدى كل الصعاب ويكسبها، فليه كان هيحس بالضعف؟ مفيش أي حاجة غلط حسب وجهة نظر، وسكيلينج لحد دلوقتي ما اعترفش إن في أي حاجة غلط. هو كل اللي حصل بالنسبة له إن العالم ببساطة مفهمش وجهة نظره. اصطدام العباقرة. العباقرة المقيمين كانوا هيدمروا شركتين، لأن هم كانوا من التنفيذيين من نوع العقلية الثابتة اللي دمجوا شركاتهم، وكانوا من النوع اللي بيزرعوا حواليهم هالة من الذكاء المطلق، وكانوا بيخوفوا الناس بعبقريتهم، وكانوا معروفين إن هم بياخدوا أكتر من حقهم من الفضل. وكعباقرة مقيمين محدش منهم كان عايز يسمع أي شكوى، وكانوا مستعدين يطردوا أي حد يعني يكون مش لاعب في الفريق، يعني أي حد مش حابب يحافظ على المظهر الكاذب اللي هم شيدوه. معظم القادة دول كلهم بيورونا إيه اللي ممكن يحصل لما الناس بعقلية ثابتة يتولوا إدارة الشركات. وفي كل حالة قائد كرجل عبقري حط شركته في خطر، لأنه قياس نفسه وإرثه كان أهم من أي حاجة تانية. هم ما كانوش أشرار بالمعنى التقليدي، وما كانوش عايزين يعملوا أي أذى، لكن في نقاط القرار الحاسمة كانوا بيختاروا اللي بيخليهم يحسوا بالرضا ويظهروا بمظهر جيد بدل ما يخدموا أهداف الشركة على المدى الطويل. عندهم لوم الآخرين وتغطية الأخطاء ورفع أسعار الأسهم وسحق المنافسين والنقاد، وكمان ظلم الموظفين العاديين. دي كانت الإجراءات التشغيلية المعتادة.
واللي مثير للدهشة إن وهم بيمشوا شركاتهم ناحية الهلاك، كل القادة دول كانوا حاسين إن هم محصنين ولا يقهرون، وفي كتير من الحالات كانوا في صناعات تنافسية جدا قدام منافسين شرسين، لكن كانوا عايشين في واقع مختلف.